السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم بسبوسة بالتفاح اللي كتجي رائعة لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي خفيفة وهشيشة بزاف بواحد المذاق لا يقاوم. فبقوا معي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هذا الخليط غادي نحتاج جوج بيضات. البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، تخرجوا من الثلاجه ساعتين قبل او ليله قبل. هنا غادي ندير رشه ديال الملح، كيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، كاس مع مرش ديال السكر سنيده تقريبا ما يعادل 100 غرام ديال السكر. بالنسبه للمكونات راه غادي نخليه لكم مكتوبين هنايا في صندوق الوصف. كنحرك الكل هنايا بالطراب اليدوي او ممكن تخلطوا بالطراب الكهربائي ولا في الخلاط الكهربائي. صافي هنايا من بعد ما اللي كنخلط الكل مزيان كنزيد واحد كاس عنبه ما يكونش عامر ديال الزيت نباتيه، تقريبا واحد 100 ملي، مع كاس عنبه ديال اللبن راه ممكن تعوضوه بالحليب، ما كانش متوفر عندي الحليب عليها درت كاس عنبه ديال اللبن. صافي كنخلط الكل مزيان كما كتشوفوا غير بالطراب اليدوي. من بعد هنايا غادي نزيد واحد ياغورت باي نكهه كتفضلوا. انا هنايا درت النكهه ديال البنان، ممكن ديروا ياغورت طبيعي ولا ديروا نكهه ديال الفاني، ولكن ديال البنان كيعطي واحد المذاق زوين بزاف في هاد البسبوسه، وكذلك في الخليط ديال الكيك. صافي هنا من بعد ما غادي نخلط الكل جيدا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي نص كاس عنبه ديال الدقيق ما يعادل 80 غرام. الدقيق يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. وكنزيد كاس عنبه ونص ديال السميده رقيقه الخاصه بالحلويات باش كنصايبوا الحرشه، يعني ماشي الفينو، السميده رقيقه. هنايا عندي تقريبا 180 غرام ديال السميده الرقيقه. صافي كنغربلهم مزيان كما كتشوفوا، وكنزيد جوج اكياس من خميره الحلويات بيكين باودر ما يعادل 16 غرام. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد البسبوسه. ما تكثروش السميده حيتاش الخليط ملي كنخليوه يرتاح شويه راه كيزيد كيتشرب والقوام ديال البسبوسه كيعقد. يعني اكتفيو بهاد نص كاس عنبه ديال الدقيق وكاس ونص ديال السميده. صافي هنا كنخلط الكل جيدا حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون جاري، ولكن راه من بعد غادي يتقال. صافي هنايا غادي ناخذ المول اللي غادي نطيب فيه هذا البسبوسه. عندي المول ديال الزاج اللي القطر ديالو 24 سنتيم، دهنته مزيان هنايا بالزبده من التحت وحتى في الجوانب، وغنرش عليه السميده رقيقه. ممكن تفرشوا ليه غير ورق الزبده. صافي هنايا غادي نوضع الخليط ديال البسبوسه في هذا المول وغادي نخليه جانبا. ماشي بزاف، غير واحد 3 ديال الدقائق بما وجدنا الخليط اللي غادي نوضعه من الفوق ديال هاد البسبوسه. صافي هنايا عندي تفاح، خديت جوج تفاحات كبار شويه، قطعتهم قسمتهم حيت لهم داك العظم اللي كيكون في الداخل، وغادي نحكهم في هاد الحكاكه اللي الغليظه. صافي بالنسبه للتفاح راه تحذف ليه واحد المقطع، راه عصرت عليه شويه ديال الحامض باش ما يكحل، ورشيت عليه سكر سنيده تقريبا واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده. الا كان عندكم السكر البني حتى هو ضيفوه، راه كيعطي واحد اللون مغاير للتفاح. صافي هنا كما كتشوفوا غادي ناخذ داك التفاح اللي حكينا، غادي نديرو من الفوق ديال البسبوسه كما كتشوفوا، غادي نوزعوا عليه من الفوق كامل. وغادي ندير رقائق ديال اللوز ايفيلي اولا الكاوكاو ايفيلي اللي متوفر عندكم، وحبيبات ديال الشوكولات او لي بيبيت دو شوكولا. وغادي نضيف حتى الزبيب اللي ما تكثروش الزبيب حيت كيتحرق في الفران، ندير غير واحد الكميه قليله ديال الزبيب. هادو هما المكونات اللي غادي نضيف فوق هاد البسبوسه. في هاد الاثناء كنسخن الفران على النار اللي كتكون مهيله. الفران خصو يسخن مزيان، عاد كتدخلوا هاد البسبوسه باش طيب لكم مزيان. البسبوسه هنايا تقريبا خدات معايا واحد 30 حتى 40 دقيقه.
خليو الفران ديالكم على النار اللي كتكون مهيله حتى كتاخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي من التحت ومن الفوق عاد كتخرجوها. صافي في هذا الاثناء انا غادي نوجد معكم السيرو ما صورتوش معكم. درت 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده وواحد الطرف ديال الحامض. كندير كلشي في كاسرونه على النار اللي كتكون مهيله. كنخليه هذا السيرو حتى كيطبخ مزيان، يعني حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون عاقد شي شويه ماشي خفيف بزاف. صافي كنخليوه جانبا يبرد. ملي كنخرجوا البسبوسه ديالنا من الفران مباشره كنسقيوها بداك السيرو اللي وجدنا مع حد البسبوسه ديالنا او الكيك سخون. الا كانت البسبوسه بارده السيرو ضروري انكم تسخنوه مزيان باش هكايا تشرب لكم هاد البسبوسه مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ملي غادي نسقيها غادي نخليها حتى كتبرد مزيان. بالاحسن تصايبوها هكا في الصباح حتى الكوتي عاد تقطعوها. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى انكم تجربوها حيت اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. راه كتجي صراحه لذيذه بزاف هشيشه وخفيفه وحتى المذاق ديالها خيالي. كنتمنى انكم تجربوها حيت اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق لهذا الفيديو، بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.